السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. خلاص فاضل كام يوم ونهل علينا روايح رمضان الجميلة. كل سنة وانتم طيبين. بس عملنا النهاردة بقى كيكة خطيرة لمحبين القرفة، هتعجبكم جدا جدا. كيكة السينابون فظيعة مع كوباية شاي كده، منتهى الجمال. بس قبل ما نقول بقى مقاديرنا، يلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. متنسيش تصلي معايا وتعالي نشوف مقاديرنا ايه. عندي هنا بقى 4 بيضات، طبعا بيض يبقى فانيليا، كيس بيكنج باودر، كوبايه من الحليب، كوبايه الا ربع من الزيت، كوبايه من السكر، كوبايتين ونص من الدقيق. القرفة بقى والكاكاو، عندي معلقتين كبار من القرفة ومعلقة من الكاكاو. اول حاجة بقى هنعملها، هحط البيض وعليه الفانيليا وهبتدي احط كمان كوباية السكر، وهضربهم بقى بالمضرب كويس قوي مع بعض لحد ما يتجانس كده معايا ويبقى كريمي كده وناعم وجميل. لو ما عندكيش مضرب ممكن تعمليها في الخلاط، مفيش مشكلة. سهلة على نفسك عشان ما تتعبيش نفسك خالص، ولا تقولي ما عنديش ومش عارفة ايه. لا، اي حاجة ممكن تقدري تعملي بيها زي ما انتوا شايفين الخطوات كده لحد ما افتح معايا وبقى كريمي ازاي. بعد كده هبتدي انزل، بصي بقى القوام بتاعه، هبتدي انزل بقى بكوباية الحليب. كل المقادير بتاعتي بدرجة حرارة الغرفة، ما يبقاش طالعة لسه من التلاجة وتشتغلي بيها. هديله بقى ضربة كده عشان الحليب بيخش في الخليط بتاعي. وبعد كده هنزل بالزيت، كوباية الا ربع من الزيت النباتي. مقاديرها بسيطة وسهلة وهتعجبك جدا ان شاء الله. هديله برضو ضربة كده، ضربة خفيفة يعني عشان اتأكد بس انه الخليط كله تجانس. وخلاص بقى كده هستغنى عن المضرب بتاعي، وهبتدي احط البيكنج باودر على الدقيق ورشة الملح، بس دي ما تصورتش معايا. وهديهم تقليبة كده، وهنزل بعد كده بقى بالدقيق كله على الخليط اللي انا عملته. طبعا الدقيق ده منخول عشان ما يكتلش منك في الكيك. وهقلبه بقى بمضرب السلك او بالمعلقة، بس مضرب السلك طبعا بيدخل الدقيق احسن. اقلبه كويس لحد ما الدقيق يخش بقى في خليط الكيك كويس. زي ما انتم شايفين كده، ده قوامه بقى ناعم كده والدقيق دخل كويس معايا. هبتدي بقى اخد معلقتين كده من الخليط ده عشان احط عليه الكاكاو والقرفة. معلقتين كده يعني كبار، وهحط بقى عليه القرفة والكاكاو واقلبهم بقى مع بعض عشان كل يتجانس كده مع بعضه. لو حسيت بقوامه تقيل معايا، طبعا الكاكاو بيتقل شوية الخليط، تقدري تضيفيله معلقة كده من الحليب لحد ما تلاقي قوامه زي ما انتوا شايفينه كده، نفس القوام بتاع الكيك العادي. جبت بقى القالب اللي انا هعمل فيه، دهنته بالزبدة ورشته كده بالدقيق عشان الحاجة ما تلزقش فيه. وهنزل بقى بنص كمية الخليط الابيض كده معايا، نص الكمية بس. وهجيب بقى الخليط اللي هو عليه القرفة والكاكاو، وهنزل كده في النص زي ما انتوا شايفين كده، عشان يديكي بقى الشكل الرخامي كده والطعم الجميل اللي في الكيك. هوزعه كده على الكيك كله. عايزة تعمليه طبقة واحدة قللي شوية، عايزة تعمليه طبقتين زي ما انا هعمل، اللي انتي تفضليه براحتك خالص. وهجيب بقى خلة كده، وهبتدي اعمل بيها كده تموجات عشان يديني كده شكل حلو بعد ما يستوي في الاخر. بعد كده بقى هنزل ببقية الخليط الابيض، هوزعه كده فوق الخليط اللي بالكاكاو. طريقة سهلة وبسيطة، بس نتيجتها هتبقى جميلة جدا ان شاء الله، والشكل هيبقى حلو قوي. هوزع كده كله.
بمنتهى البساطة. هنزل طبعا كل اللي في الطبق، وبعد كده بقيت بقى الخليط اللي بالكاكاو هنزل بيه على الوش بقى. تقدري بقى تستغني عن الخطوة دي وتحطيه بس في النص وخلاص، براحتك واللي انتي عايزاه اعمليه. هوزعه برضو كده، وبالخلة برضو هعمل تموجات كده فيه. وطبعا هكون بقى مشغلة الفرن على درجة حرارة 200 عشان يسخن قبل ما ادخل طبعا الكيك فيه زي ما انتم شايفين كده. بس كده هدخله بقى الفرن، هيقعد نص ساعة تقريبا حسب طبعا الفرن عندك، ونشوفه بعد ما يستوي. بعد ما يستوى بقى انا طلعته اختبرته بالخلة، اتأكدت ان هي طلع نضيفة. دي فكرة حبيت اقولها لك. لو القوالب عندك غامقة تحطي تحتيها كده صينية ألمونيا عشان توزع لك الحرارة كويس والسوى يبقى كويس. هسيبه بقى يبرد كده، وبعدين وهو لسه دافي قلبته من الصينية عشان يتقلب معاكي بسهولة، وسيبته بقى يبرد. بعد كده التزيين بقى زي ما انت عايزة. انا عندي هنا صوص شوكولاتة كده سيحته في الميكرويف وابتديت ازين بيه. تقدري تزيني بكراميل، تقدري تزيني بشوكولاتة بيضة، اللي انت حباه، بالحليب المكثف برضو. ممكن تسيبيها كده خالص من غير اي تزيين، مفيش اي مشكلة. المهم الطعم بقى الخطير، خطيرة مع كوباية شاي بقى كده تفطري بيها او تتعشي بيها، طعمها هايل. هقطعها بقى كده معاكي عشان نشوف بقى شكلها من جوه شكله عامل ازاي. بصوا بقى التمويجة اللي احنا عملناها بالخلة دي عملت كده شكل من جوه جميل جدا زي ما انتوا شايفين كده، وطرية وناعمة، طعمها جميل جدا، والقرفة باينة فيها قوي. المحبين القرفة هي تعجبهم قوي قوي. وسهلة وبسيطة، ومقاديرها بسيطة جدا وخطيرة. بس كده دي كانت كيكتنا النهاردة، ومع كوباية شاي كده حلوة. ما تنسينيش في اللايك واشتراك في القناة وكومنت حلو منك كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.